السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد هشام من كلام بنات شباب سوري. حابين نستعرض باقي الهجمات. كان بقيان عنا رقم 21 وردة جوري بنت جديدة معنا، بس ما شاء الله عليها. كمان هجومها تنانين بيتها ليفل 8. نشوفها بشكل سريع. حطت السام، حطت تنانين، دمرت صاروخين وهجمت من جهة الصاروخين الثانيين. دمر الدفاع الصاروخ توي، بقي عندها صاروخ. طبعا الملك حطته كرمال شو ياخذ ضرب برج الارشر ويحمي التنانين. هيك تعتبر الارض خلصت. الله يعطيك العافية وردة، ما قصرتي. يسلموا على الهجوم الحلو. نشوف رقم 22 اللي هو غيث الشمال أحمد. كمان نفس الطريقة، لا هو هاجم أرضين مرة فالكري ومع مالقة. طبعا اضطرينا انه نختم من تحت كمان، والزلمة ما قصر كفو ختم من تحت، مع انه بيته ليفل 9 رجع عليك 8. بس نحن يهمنا انه نهرب في الحرب، ما بهمنا لا موارد ولا بهمنا شيء، بهمنا انه نحن نربح بالحرب وناخذ المجد ان شاء الله. الحمد لله ربحانين لحد الان 226 حرب. الله يعطيك العافية يا غيث، كفو، تسلم ايدك يا رب. شوف رقم 23 اللي هو عبد الله. كمان نشوفه بشكل سريع. بيت عبد الله كمان ليفل 9، واضطر انه يختم بيت ليفل 8. اتمنى انه الفيديوهات عجبتكم وطريقة الهجوم وحروبنا. اتمنى انه انتم تكونوا تعلمتوا يعني شيء بطريقة الهجوم، او صححتوا شيء عندكم، استفدتوا معلومة جديدة. كل انسان عنده طريقة هجوم وهو خبرة يعني، بس بنفس الوقت بيزداد خبرة اذا بيتابع مثلا حروب كيف هذا بيهجم، بيعدل بهجومه، يستنتج انه هذا الهجوم تعديله افضل، يعني كويس. بشجع الناس انه تشوف فيديوهات، وبنفس الوقت انا كمان بشوف فيديوهات، ما في مشكلة، بطبق شوف شو ناقصني بهجومي بكمل هجومي. نفس الحكاية. هي هجمة السيد اللي هو ماهر السيد، الله يعطيك العافية. كمان هجوم تنانين صراحة روعة، يعطيك العافية. بنشوف اخر هجمة اللي هي هجمة كمان عبد الله. كمان الله يعطيك العافية، صراحة كان عبد الله فدائي بهالحرب، ختم من تحت وترك الموارد وترك كل شيء. كمان محقق نسبة عالية من الهجوم، ما دور لا على موارد ولا شيء، قال انا بدي اختم خلاص. طبعا هيك الارض تعتبر خالصة. يعطيكم العافية، شكرا لحسن المتابعة يا جماعة، وإن شاء الله يكون الفيديوهات نالت إعجابكم. ولا تنسونا في التعليقات واللايكات والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله تابعونا بكل جديد بحروبنا القادمة. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.